السيد وزير الآثار التقى بالسيد تيري دي جارسيا، ده عضو الجمعية الجغرافية الأمريكية واللي بيرأسها أو يملكها الملياردير العالمي روبرت ميردوخ. هذه المنظمة صهيونية وتعمل لصالح دولة إسرائيل. إزاي؟ عن إيه علاقة الآثار المصرية بدولة إسرائيل؟ اليهود ما زال معلقا على باب الكنيست حتى اليوم من النيل إلى الفرات، ولهم التقى فين مطالع. يعني؟ التقى فين؟ مش التقى فين؟ الوزير التقى في مكتبه. هذا المسؤول فين؟ في مكتبه. طيب. بس السيد تيري دي جارسيا، السيد تيري دي جارسيا وقع ده اتفاق تاني اللي هو عضو الجمعية الجغرافية الأمريكية ناشونال جيوغرافيك سوسايتي. هذا الرجل له علاقة بدولة إسرائيل، وعمل إيه بقى؟ وقع مع أحد المسؤولين في الآثار الكبار عقد مختوم بختم كونفيدنشال، وأنا بوريه للرأي العام المصري سري جدا. بيقول فيه إيه؟ العقد ده بينص على فحص المومياوات المصرية وخاصة الفراعنة. بيقولوا فيه ان نتيجه هذا الفحص نتج عنه ان توت عنخ امون وبعض الملوك المصريين ليسوا مصريين بل هم عبرانيين نتيجه تحليل الدي ان ايه. وده بيقول ان دوله اسرائيل لها الاحقيه في تحقيق شعار من النيل الى الفرات واحتلال مصر. هو وعد بلفور جاء بناء على ايه؟ على بناء على مزاعم قدمت للساسه البريطانيين. يعني حضرتك عايز تقول ان وزير الاثار المصري ايوه بيدعم فكره انه اسرائيل تحتل مصر؟ طبعا طبعا. وانا بقول ان التقائه بالسيد تيري دي جارسيا اللي موقع عقد سري جدا وبيقول فيه ان الفراعنه المصريين كانوا عبرانيين، انا بتهم وزير الاثار باتهامات خطيره جدا، ولذلك كتبت بلاغ للنائب العام وطالب القبض الفوري على السيد وزير الاثار والسيد تيري دي جارسيا، وبقول معاهم كمان الدكتور زاهي حواس اللي هو وقع هذا العقد قبل كده وما زال هذا العقد ممتد، والدكتور الضماطي جاي علشان ينفذ بقيه بنود هذا العقد.